عايزين يبقى الكرة المصرية كويسة ازاي وفي واحد زي مستشار مرتضى منصور ده شغال يسب ويلعن في الكل ومش مخلي اي حد لا كرة، يعني عايز اقول لك ما سايبش حد في حاله. احنا هنفضل لغايه امتى في التجاوزات دي يا جماعه؟ الموضوع على قسما بالله الموضوع مش اهلي ولا زمالك. اقسم لك بالله الموضوع مش اهلي ولا زمالك، الموضوع اكبر من كده. الموضوع يا جماعه دخل في الكره المصريه. دلوقتي رئيس لجنه التحكيم ده يعني بيقول فضايح، بيقول كوارث على رئيس نادي الزمالك. كل عمال يستقيل والاتحاد الكوره مش قادر يحمي حد. الموضوع كبير يا جدعان. الموضوع قسما بالله ما موضوع اهلي ولا زمالك ولا موضوع هزيمه ولا موضوع بطوله ولا موضوع اي حاجه. وبتقول المنتخب مصر مش بيطلع ليه قدام؟ منتخب مصر هيطلع ليه قدام ازاي وفي واحد زي ده اساسا في الدوله عمال يشتم كل حد؟ يعني السنه اللي فاتت عشان اخذ البطوله تمام كان التحكيم زي الفل وما كانش حد سامع صوته. دلوقتي عشان اتغلب له 3 4 ماتشات شغال يشتم في محمود الخطيب ومش عارف ماجده وعماد متعب ومراته، وشغال يهبد وسيد عبد الحفيظ والسحر، وعمال يجيب كلام وجايب شويه اراجوزات حاططهم في الاستديو بتاعه ما شغالينش غير يهزوا دماغهم وخلاص. وتصريحات عبيطه، وجايب واحد تاجر قماش عمال يتكلم يقول لك اصل انا عندي اسرار ومش اسرار كلام كده قسما بالله يحرق الدم. الكلام ده ازاي الدوله عامه او رئيس الدوله او رئيس الوزراء سايب واحد زي ده يهتش ويقول كلام عبيط؟ ازاي يا جماعه؟ يا جماعه الكلام ده مش هينفع. كله عمال يستقيل والكره والله العظيم المصريه بتتدهور قسما بالله. بقينا مسخه في العالم، بقينا مسخه في العالم خالص. ازاي يا جماعه واحد زي ده مساب؟ ازاي جايب شويه اراجوزات؟ واحد يطلع انا عادي بيشتم، واحد يشتم الصبح بالليل ويطلع الصبح يقول لك اصل ده اخويا الكبير ومش اخويا الكبير. انت راجل ما عندكش كرامه، انت حر في كرامتك. يعني هو اغلبيه بتوع الزمالك كلهم اللي قاعدين على الترابيزات دول ما عندهمش كرامه. خالد الغندور ياما اتشتم عادي وغيره وغيره ياما اتشتم، والتاني اتطرد بره. وده يقول لك اصل كان في توتر ومشدود ومش مشدود وانا لازم اقدر واللي بيني وبينه اكبر من كده والدنيا حلوه عادي. على راي سيد عبد الحفيظ امبارح قعد يقول كلام. يا باشا يا باشا ده هين قرشك ولا تهين نفسك. يعني انت بتهين قرشك ولا تهين نفسك؟ هو المثل بيقول كده هو. لا ولجن بص قاعدين في الاستديوهات يقول اي كلام اي هاتش اي هاتش. سحر ايه ومش سحر؟ واحد يجيب لك واحد مش عارف من فين ويثبت لهم السحر، عاد جاي ياكل من وراهم عيش. كل الناس اللي قاعده في الاستديو بتاع الزمالك دول قسما بالله بيقولوا كلام هم مش مقتنعين بيه. واكبر دليل خالد الغندور. شوف خالد الغندور كده هو في الاذاعه بتاعت اون بيقول ايه، وبالليل في الاستديو بتاع الزمالك بيقول ايه. واحد تاني خالص. ليه؟ عشان المام، عشان السبوبه، عشان ياكل عيش. مش انتماء، مش حقيقه، ومحدش بيقول الحقيقه خالص. والله ما حد بيقول الحقيقه. يا جماعه الحقوا الكره المصريه بتتدهور. قسما بالله الكره المصريه بتتدهور مش الزمالك بس.